واش عمرك فكرتي تحبس الخبز والمشتقات ديال القمح لمدة شهر كامل وتشوف شنو غادي يتبدل في الجسم ديالك؟ الخبز حاضر تقريبا في كل وجبة عند بزاف ديال الناس، الفطور مع اتاي، في الغدا مع الطاجين، في العشية مع القهوة، وحتى في العشاء. ومنين كيتحبس فجأة الجسم يقدر يدوز من مراحل مختلفة، حيت خاصو يتأقلم مع طريقة جديدة في الأكل. الأيام الأولى ممكن تحس بالتعب والرغبة في الخبز، في الأسبوع الأول يقدر الهضم والطاقة يبداو يتبدلوا، في الأسبوع الثاني ممكن الشهية تنقص والميزان يهبط، وفي الأسبوعين الثالث والرابع تقدر تلاحظ تغيرات في النوم ديالك، البشرة، الشعر والإحساس العام بالجسم. في هذا الفيديو غادي نمشيو نهار بنهار وأسبوع بأسبوع باش نفهموا الرحلة كاملة ديال 30 يوم بلا خبز. في اليوم الثاني والثالث تقدر تدخل في مرحلة صعيبة شوية، خصوصا إلا كنتي كتستهلك الخبز بكثرة كل نهار. ملي كتحبس واحد المصدر اللي كان كيعطيك كمية كبيرة من السكريات والنشويات، يقدر المستوى ديال السكر في الدم يهبط بسرعة، وهنا بعض الناس كيحسوا بالصداع، الدوخة، الغثيان، قلة التركيز، العصبية أو تقلب المزاج. ممكن حتى تحس بالخمول ويبان الجسم ديالك كيطالبك بشي حاجة حلوة أو بقطعة ديال الخبز، والدماغ ديالك كيكون متعود على الطاقة السريعة اللي كتوصلو من هاد النوع ديال الأكل. لذلك أول أيام كيكونوا بحال شي مرحلة ديال التأقلم، ولكن هاد الإحساس ماشي ضروري يوقع بنفس الطريقة عند الجميع. كاين اللي كيدوزها بسهولة وكاين اللي كيحتاج أيام باش يرتاح. الرغبة في الخبز كتقدر تجيك بالخصوص في الأوقات اللي كتكون متعود تاكل فيها، في الصباح ملي كتشرب اتاي مع الطاجين، في الظهر أو في العشية مع شي حاجة حلوة. باش ما تبقاش جيعان خاصك تعوض الخبز بأكلات كتشبعك، بحال البيض، الياغورت الطبيعي، الخضار، العدس، الحمص، السمك أو اللحم بكمية مناسبة. تقدر حتى تستعمل البطاطا، الأرز أو القطاني حسب النظام اللي اختاريتي، لأن الهدف ماشي تحيد الخبز وتعيش بلا طاقة، بل تبدل العادات ديالك وتنظم الوجبات. وشرب الماء مهم طوال النهار، حيث مرات الإنسان كيظن أنه جائع وهو غير عطشان. حاول حتى ما تعوضش الخبز كميات كبيرة من الحلويات أو المشروبات المحلات، وإلا غادي يبقى الجسم ديالك كياخد نفس السكر ولكن من مصادر وحدة أخرى. من اليوم الرابع وحتى نهاية الأسبوع الأول الجسم ديالك كيبدا يتأقلم مع الغياب ديال الخبز. الكبد كيقدر يصنع السكر اللي محتاجو الجسم من مصادر وحدة أخرى، وهاد العملية كتساعد الطاقة ترجع بالتدريج. ممكن تلاحظ أن الخمول اللي كان في الأيام الأولى بدا كينقص، وأن التركيز ولا أحسن، وفي نفس الوقت بعض الناس كيحسوا براحة في المعدة، النفخة كتقل، الغازات كتنقص، والثقل اللي كان كيجي من بعد الوجبات كيولي أخف. وحتى اللي كان كيعاني من الحريق وارتجاع في المعدة يقدر يلاحظ الفرق، خصوصا إذا كان كيستهلك الخبز بكثرة مع وجبات دسمة. المعدة كتولي مرتاحة أكثر لأن الكمية ديال الأكل تبدلات، والجسم ما بقاش كيهضم نفس الكمية ديال القمح والجلوتين اللي كان متعود عليها. ملي كنوصلوا للأسبوع الثاني الشاي كتقدر تبدا تبدل، ملي كتكون الوجبات فيها البروتين، الخضار والدهون اللي كتشبع، كتقدر تحس بالشبع بسرعة وتبقى مدة أطول بلا ما تقلب على الماكلة. الغياب ديال الخبز يقدر يخلي السكر والأنسولين أكثر استقرار عند بعض الناس، وهذا الشيء كينقص النوبات ديال الجوع المفاجئ والرغبة في الحلو. كتولي كتقدر تدوز ما بين الوجبات بلا ما تحس أنك خاصك تاكل كل ساعة، ولكن خاص الوجبات تكون منظمة، لأن الشخص إلا حبس الخبز وبقى كياكل غير كميات صغيرة بزاف يقدر يحس بالتعب وبالجوع. الهدف هو الشبع المتوازن، ماشي التجويع ولا الحرمان. في هذا الأسبوع الثاني ممكن الميزان يهبط بسرعة، وخصوصا عند الناس اللي كانوا كياكلوا كميات كبيرة من الخبز والنشويات. الجسم كيخزن السكر على شكل طاقة، ومعاه كيحتفظ بكمية من الماء. منين كتنقص النشويات الجسم كيبدا يستعمل المخزون
وكيخرج معاه جزء من السوائل المحتبسة. لهذا ممكن بعض الناس ينقصوا ما بين 3 حتى 6 كيلوغرام، ولكن أغلب هذا الوزن في البداية كيكون ماء وماشي كله دهون. كتقدر تلاحظ أن الوجه نقصات فيه النفخة، البطن ولات أخف، والملابس بدات كتوسع، وحتى الضغط ديال الدم يقدر ينقص عند بعض الناس مع خروج السوائل. لذلك خاص شرب الماء بانتظام ومراقبة الجسم، خصوصا عند الناس اللي كياخدوا الأدوية ديال الضغط. في الأسبوع الثالث ممكن تبدا تلاحظ تغييرات في البشرة، الشعر والأظافر. الخبز وخصوصا الخبز الكامل والأسمر فيه واحد الحمض اللي يقدر يرتبط ببعض المعادن بحال الحديد، الزنك والكالسيوم، ويقلل الاستفادة ديال الجسم منها. منين كتوقف الخبز وكتعوض بأكلات متنوعة، الجسم كيقدر يستافد أكثر من المعادن الموجودة في البيض، السمك، اللحوم، الخضار والمكسرات. النتيجة ممكنة هي أن البشرة كتولي أنقى، الأظافر كتقوى، وتساقط الشعر كينقص بالتدريج. وهذا التغيير يقدر يكون مهم خصوصا عند السيدات اللي كيكون عندهم نقص في الحديد أو الزنك. ولكن خاص الأكل البديل يكون غني ومتنوع، ماشي غير حبس الخبز بلا تعويض. منين كتوصل للأسبوع الرابع، النوم كيقدر يولي أعمق وأكثر راحة. ملي كتقل النفخة والغازات وارتجاع ديال المعدة، كتولي كتنعس بلا تقل، ولا الحريق ما كينوضكش في الليل. وحتى الاستفادة ديال الجسم من المغنيسيوم والكالسيوم تقدر تعاون العضلات ترتاح. بعض الناس كيلاحظوا أنهم كيفيقوا بطاقة أحسن، وأن النوم ديالهم ولا منظم. وعلى المدى البعيد تقليل الخبز والمشتقات ديال القمح كيقدر ينقص التعرض للمواد المستعملة في الزراعة ديال القمح أو تصنيع وتبييض الدقيق. وتقليل السكر والنشويات المكررة يقدر يساعد حتى على الاستقرار ديال السكر في الدم، تقليل الالتهابات والتحكم في الوزن بطريقة أحسن إذا كان النظام الغذائي ديالك متوازن. وقبل الخاتمة كما ديما كنجاوبوا على 3 ديال الأسئلة الشائعة. السؤال الأول: واش أول أيام بلا خبز كتكون صعيبة؟ نعم، عند بعض الناس كيقدر يبان عليهم الصداع، الدوخة، العصبية أو الرغبة القوية في الخبز، وهذه المرحلة غالبا كتخف ملي الجسم كيتأقلم. السؤال الثاني: واش الوزن اللي كينقص في الأسبوع الثاني كله دهون؟ لا، جزء كبير من النقصان الأول كيكون سوائل محتفظ بها الجسم، أما النقصان ديال الدهون كيحتاج وقت والاستمرار. السؤال الثالث: شنو هو أحسن تعويض للخبز؟ تقدر تعتمد على البيض، الخضار القطاني، السمك، اللحم، الياغورت الطبيعي والمكسرات، مع مصادر أخرى للطاقة حسب الاحتياجات ديالك. في الخلاصة، رحلة 30 يوم بلا خبز تقدر تدوز على مراحل مختلفة. في الأيام الأولى كيكون الجسم كيتأقلم مع النقص ديال السكر والنشويات، ومن بعد الطاقة كتبدا ترجع والهضم كيقدر يتحسن. في الأسبوع الثاني الشهية كتولي أكثر استقرار، والجسم كيبدا يخرج السوائل المحتبسة. في الأسبوع الثالث ممكن تلاحظ فرق في البشرة، الشعر والأظافر. وفي الأسبوع الرابع يقدر النوم يتحسن والطاقة تولي مستقرة أكثر. السر ماشي غير في حبس الخبز، ولكن في شنو غادي نعوضو به. دير وجبات مشبعة ومتنوعة، شرب الماء، وما تعوضش الخبز بالحلويات والسكريات. واكتب لينا في التعليقات واش سبق ليك حبستي الخبز مدة، وشنو أول تغيير لاحظتيه في الجسم ديالك.